قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حقيقة كنت أسمع قصة كده من حبيبي أخويا دكتور مازن ربنا يحفظه، قصة كده كان بيحكيها من ضمن الحياة الجميلة اللي بسمعها منه، ربنا يبارك في عمره رب يحفظه. كانت قصة بعنوان لعله خير. هو عارفها يعني، فهقولها كده في إيجاز في ربع دقيقة يعني بعد إذن أخويا الشيخ إبراهيم. اتفضل شيخ. اللي كان ملك من الملوك وكان عنده وزيره، وكان كل شوية يحصل ابتلاء للملك ده، فلما يسأل الوزير يقول لعله خير. فمرة اتقطع صباعه، فمرة مات ابنه فبيقول له ابني مات، فقال له لعله خير. مرة تانية ما اعرفش حصل ايه، قال له لعله خير. آخر مرة اتقطع صباعه فقال له لعله خير، ابني يموت وصباعي يتقطع ومش عارف، لا دخلوه السجن. فهو مدخلينه السجن قال لعله خير برضه. المهم بعدها بكام يوم الملك راح يصطاد في الغابة كده ومتخفي بقى عشان ما حدش يزعجه، فداخل فعدى على قوم بيعبدوا أصنام، بيعبدوا صنم، ويقدموا له في وقت معين يعني رجل بيذبحوه يتقربوا به هذا الصنم. فلقوا الملك وما عرفوش ان هو الملك، فخدوه عشان يذبحوه. فلسه داخلين عشان يذبحوه فاكتشفوا ان صباعه مقطوع منه حته، قالوا لا نقرب لإلهنا يعني واحد مشوه، فيلا مع السلامه يمشي. فتذكر لعله خير فرجع. راح مطلع الوزير من السجن. فقال لي الوزير طب انا صباعي ما اتقطعش والحمد لله، يعني صباعي بعد ما اتقطع ما اتذبحتش ولعله خير، لكن انت لما دخلت السجن كان لعله خير ليه؟ قال له ما انا كنت هبقى معاك وكنت انا اللي هتذبح فلعله خير.